ذهب ابنه الأصغر ليحلب الإبل، فلما أتى إذا بأبيه الناس متجمهرين عليه، أبناءه الكبار وأبناؤهم: والدك يا فلان يموت، ها هو يحتضر، لم يخرج منه بولة من الليل الماضي، الآن سيموت، ليس بينه وبين الرياض نصف ساعة، بينه وبين الرياض 3 ساعات، الجوال ما يعمل، الموت محقق. دخل عليهم تمسك في يد أبوه: وش فيك يا أبوي؟ قال: الموت. ما كان من هذا الابن البر، طرد أبناء إخوانه وأبناءهم وأغلق الخيمة على أبيه وجلس معه نصف ساعة، ثم فتح الخيمة إذا والده يلبس الثوب الأبيض والغترة البيضاء ودهن العود في لحية الأب. راح السواد: يا راشد وش سويت في أبوي؟ قال والدهم: أخرج بولي بفمه.